داك تعترفي اش غنعترف؟ اعترفي بانك انت اللي قتلتي. هاد الام كتدخل الرجال على بناتها حتى للدار باش يخدموا في الدعاره قدام خوهم وباهم. غادي تقول لي مال باهم وخوهم ما قادروش يهضروا، غادي نقول لك الفلوس اللي كتحكم والفلوس اللي كتكلم، وهذا الشيء راه واقع في شحال من عائله. مهم الاخ والاب تياخذوا حقهم من ديك الفلوس، عرق دوك البنات باش يشوفوا غير بعويناتهم ويسكتوا. هاد القضيه غيطيحوا فيها شل الارواح ويوقعوا فيها شل مشاكل وغينوض فيها بزاف ديال الصداع. هاد القضيه ما كتشبه حتى شي قضيه هضرت عليها قبل. كمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم شنو واقع. نسيت، قلوب ضعيفه ما نصحكمش تفرجوا في هاد الفيديو. سالي منها وغندوز لك. هاد القضيه غادي تبدا النهار اللي غيوصلوا البوليس 3 لي زابيل في نهار واحد، وغادي يكون المحتوى ديال لي زابيل هو لقينا صاك فيه جثه مقطعه، جثه ديال بنادم في مدينه كازا، وصاك فيه جثه مقطعه في مدينه مراكش، وجوج سيكان في مدينه مكناس فيهم جوج جثث مقطعين. السيكان بربعه فيهم بنادم مقطع، واللي غادي يخلي البوليس يقولوا هادشي قضيه وحده وهو السيكان من نفس النوع، وحتى الميكات اللي لقاو فيهم الجثث من نفس النوع ومن نفس اللون. ملي وقعت هاد المصيبه المغرب ديك الساعه كان ترون، كلشي ولا خايف على راسو، خصوصا ملي داز هادشي في التلفازه. والحاجه اللي غادا تخلع البوليس براسهم وهي البلايص اللي لقاو فيهم السيكان ما فيهم حتى شي كاميرا. وهنا ولا كل واحد وشنو تيقول، اللي عنده فمو تيقول اللي بغا. ولكن اكثر حاجه تقالت وهي هادي شي جماعه هي اللي ورا هادشي كامل. هنا غادا توقع واحد الحاجه اللي غادا تقلب كلشي، غادا تقلب القضيه كامله. واحد الراجل غادي يقصد واحد الكوميساريه في مدينه مكناس، ومدينه مكناس هي اللي لقاو فيها جوج سيكان فيهم بنادم مقطع. هذا الراجل ملي غيدخل الكوميساريه غيديو يجيب الهضره مع البوليس، وغادي يقول لهم بغيت نقول لكم واحد الحاجه شفتها. غادي يقول لهم شفت اللي حط دوك جوج سيكان، والبلاصه اللي كان حط فيها دوك جوج سيكان كانت سميتها الزرهوني. وغادي يقول لهم اللي حطهم ماشي راجل، مرا، مرا اللي حطات دوك جوج سيكان. البوليس فرحوا ما قداتهم فرحه، حيت اخيرا عرفوا شكون اللي دار هاد الروينه. البوليس غادي يقولوا لذاك الراجل وصف لنا هاد المراه كيف دايره، واول حاجه غادي يقول لهم وهي هاد المراه كبيره في اللاج، غيكون عمرها بين 50 حتى 60. البوليس تصدموا ما فهموا والو، كيسحب لهم السيد غير كيتمرقن بهم. حتى كيف السيده كبيره في هاد العمر عندها 60 عام قادره دير هادشي كامل بوحدها، تقتل وتقطع وتشارجيهم في السيكان وكل واحد دير البلاصه بوحدها. ما يمكنش هادشي، باينه هادي شي عصابه وكل واحد مكلف بحاجه. البوليس غادي ياخذوا اول خطوه ليهم اللي مزيانه، وهي غادي يجمعوا السيكان بربعه اللي لقاو في مراكش وكازا ومكناس، يحطوهم في التشريح الطبي باش يعرفوا شكون هادو وكيفاش حتى وقع هادشي. وهنا المفاجاه ملي غادي يخرج التقرير الطبي، ملي جمعوا دوك الطروفه اللي لقاو في دوك 4 السيكان غادي يلقاوهم في الاصل غير جوج جوجات، مراه وراجل. والمفاجاه الكبرى وهي هاد الجوج خوت عرفوهم من طرف التشريح اللي داروا. الراجل كان سميتو رشيد في العمر ديالو 31 عام، والبنت كانت سميتها جميله العمر ديالها 23 عام. ومن هنا عاد غادا تبدا هاد القصه، واول خطوه غيديروا البوليس هي غيعلموا العائله ديال هاد جوج خوت، وغادي يقلبوا واش ديجا كانت شي شكايه ديال الاختفاء ديالهم من طرف العائله ديالهم. الساعه ما لقاو حتى شي ديكلاراسيون ولا شي حاله اختفاء. البوليس قالوا يمكن ما عندهم حد حيت ما ديكلارا بهم حتى شي واحد، ولكن ملي قلبوا غادي يلقاو عندهم عائله. البوليس ملي عرفوا هادشي مشاو ديريكت للدار ديالهم، غادي يلقاو فيها الام ديالهم اللي كان سميتها زهره، كان في العمر ديالها شي 50 عام. البوليس ملي دقوا في الدار غادا تخرج عندهم زهره، وهنا المفاجاه غيلقاوها لابسه جلابيتها وجامعه حويجه باغا تسافر. وهنا البوليس السلام عليكم السلام اشنو كاين، غادي يسولوها اول سؤال، وسؤال ذكي شويه، واش عندك شي ولاد؟ زهره باغا تجاوب تالفه، باغا تقول وفي نفس الوقت باغا تقول لا، وغتجاوبهم عندي جوج ولاد وولد. قالوا ليها واش كاينين في الدار، بغينا نشوفوهم. وهنا زهره غتقول لهم ما عرفتش فين، ما ساكنينش معايا، وبدات كتدخل وتخرج في الهضره غير بوحدها، كاع الوان جمعوا لها في وجهها. وهنا البوليس شكوا باللي كاينه شي حاجه، وغادي يهزوها معاهم الكوميساريه باش يبداو معاها التحقيق، حيت كاينين شكوك وهضره كتقول باللي هي اللي صفاتها لولادها. البوليس شكوا فيها حسب واحد المبادئ، وهو الشاهد اللي شاف المراه اللي كان في عمرها 50 عام اللي حطات السيكان في مكناس في بلاصه اللي سميتها الزرهوني. عاد زيد عليها زهره ولادها غابرين وهي ما جايبه للدنيا اخبار. عاد ملي سولوها عليهم بدات كتدخل وتخرج في الهضره، السيده تالفه. اذا
عارفه شي حاجه وما باغاش تقول. عاد الحاجه اللي غادا تخلي البوليس يشكوا فيها ديال بصح، وهي ملي دخلوا للدار غادي يلقاو الدنيا مجفه ديال بصح، وعاد زيد كاين ريحه ديال لانكول والماء القاطع. المهم ملي وصلوها الكوميساريه بداو معها التحقيق، واول سؤال ليها قالوا لها شوفي زهره عاودي لينا كل شيء، راه عارفينك باللي انت اللي صفيتيها لولادك، راه عارفين كل شيء، غير عاودي لينا وسهلي المأموريه. زهره كتحلف وكتعطي القلبه باللي ما قتلات ولادها، ما عندها علاقه بهم. البوليس معيو معاها، وزهره عندها هضره وحده، انا ما دايره والو. ولكن البوليس غادي يزيروها وغادي يجيبوا لها الشاهد اللي شافها ملي حطات السيكان في البلاصه اللي كانت سميتها الزرهوني في مدينه مكناس. داك الشاهد مع دخل شاف زهره قال لهم باللي هي هذه هي اللي حطات دوك السيكان. البوليس مع غادي يسمعوا الهضره ديال الشاهد ما غاديش يطولوا معاها وغيقصحوا معاها في التحقيق. زهره كاع الدلائل كيشيروا ليها، تزيرات ما بقات عارفه ما دير، وهنا غتبدا تبكي وتعاود لهم كل شيء من الاول حتى الاخر، شنو وقع وكيفاش وعلاش صفاتها لولادها. وهنا غيبقى واحد السؤال اللي دارني في راسي وغيكون داركم حتى نتوما، شنو غيديروا ولادها كاع حتى تصفيها لهم بهذه الطريقه؟ واصلا كيفاش حتى عطاتها خاطرها تصفيها لولادها بالدم بارد؟ غتقول لهم من نهار تزاديت، من نهار عقلت على راسي لقيت راسي في الزنقه، غطايه وماكلتي وكل شيء من الزنقه، عرفت اي حاجه، عرفت الجحيم والعذاب، عرفت البليه باشكالها وانواعها، عرفت بنادم الخيب وعرفت بنادم اللي ما كيرحمش. ملي وصلت 18 عام لقيت راسي كنبيع في لحمي باش نقدر نعيش، باش نقدر ناكل ونشرب، كل ليله مع واحد وكل ليله في البواط. بقيت عايشه في هذا الشيء حتى ولا في عمري 25 عام، حتى غادي يلاقيني الله بواحد السيد في واحد البواط. ملي دوزت مع واحد الليله غادي يقترح عليا باش نتزوج به، ولكن كيف ما انا فيا عيب حتى هو فيه عيب، اللي جابوا النهار كيديه الليل، سكيري وقميري وحشيشي اللي بغيتيها تلقاها فيه. ملي تزوجات به بقات كتخرج مع الرجال بلا اخبارو، تيقول لك واحد المثل عمر الشيخه تنسى هزه الكتف. بقات الحياه هكا تولوا عندها 3 الوليدات، جميله وزينب ورشيد. هاد جوج بنات ملي وصلوا 16 عام غادا تخرجهم للطريق اللي كانت فيها هي وفي اخبار باهم، ولكن ما قادرش يهضر حيت هو كتخصو الفلوس، وزهره هي اللي كتعطيه فلوس البليه والقمر. وحتى من رشيد ما قرا ما تعلم صنعه، تبع حرفه بوه وهي البليه والحشيش والقمر. البنات كبروا والدعاره زادت، وزهره ولات كتجيب الرجاله ليهم حتى لباب الدار قدام خوهم وباهم، واللي دوا فيهم هي كل عصا. زهره ولات مدوره الصرف بعرق بناتها، كتعطي الراجلها باش يسكر ويقمر ولولدها باش يكمي، كلشي شاد فلوس وساد فمو. بقات هكا حتى لواحد النهار رشيد غادي يفيق مقطوع مع ديك الجوج ديال النهار، مقطوع ما عنده لا باش يكمي ولا باش يشرب. اشنو غادي يدير؟ غادي يقصد اختو، لقاها حتى هي يلا فاقت بينها كانت سهرانه، مشى لعندها وطلب منها الفلوس وهي غادي تقول لي ما عنديش. هنا غادي نبداو مناقشين وكيتزايدوا في الهضره، وصلوها للسبان وحتى لتخسر الهضره. واشنو كتسنى من عائله بحال هادي؟ يخرجوا لك العسل. بقاو مشادين بالهضره حتى لواحد شويه رشيد غادي يهز واحد القرعه خاويه من فوق الطابله وغيهرسها وغينزل على اختو. جابها دوده ما عاوداتش فاقت في البلاصه، غرقات في دمها. زهره غير سمعت التهراز ديال الدجاج والسقيل من بعد جات كتجري، عرفات شي مصيبه وقعات. غادي تقول لي علاش ما جاتش ملي كانوا كيتعايروا وكيتسابوا؟ غادي نقول لك هي كانت موالفه على هادشي، موالفه على الصداع بين هاد الخوت، ديما كانوا تيضاربوا على الفلوس، غير هي عمرهم وصلوا لهاد الحاله. ملي جات زهره غادا تلقى واحد المنظر غادي نقدر نوصفو ليك شويه. رشيد متكي على الحيط وشاد من راسو، وجميله مسرحه في الارض طيحه دوده وغارقه في دمها. وهنا ملي شافت هادشي غتبدا تعاير فيه، غتقول لها مسخوط والدينا شنو درتي؟ قتلتي البنت وغتبقى كضرب فيه. ولكن رشيد ما غاديش يحبس هنا، لا 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 لا، غادي يجر اختو من شعرها وهي ميته حتى الكوزينه، غيجبد واحد الجنوي وغيبدا يفصل فيها. زهره غير حاله فمو وكتشوف ما قادره دير والو ولا حتى تعيط حتى البوليس، غتبقى تعاير فيه وتبغي تحبسو. ولكن رشيد غادي يقول لها شي هضره اللي غادا تزعزعها من بلاصتها، غيقول لها غير صبري غنسالي من هادي وغندوز ليك انتي، غادي نقطع دينكم كاملين تريك الزنقه. زهره شافت القضيه حامضه وعرفاتو باللي غيدير هادشي اللي قال ليها، غادا تمشي تجري لواحد البيت وغتجيب واحد الشاخور، هو الا غيبدا يفصل في اختو غتنزل عليه الراس دقه وحده طيحاتو بطانه. وهنا زهره بدم بارد
غتكمل داكشي اللي بدا فيه ولدها، غتشد بنتها وولدها وغتقطعهم طراف، ومن بعد غادا تجيب واحد الميكات وغادا تفرق عليهم دوك الطرافي، ومن بعد فرقات دوك الميكات على 4 السيكان. وهنا بقات لها حاجه وحده وهي كيفاش غادا تفك من دوك السيكان. وهنا غادا تجي الفكره ديال ديهم لاكار وتحط كل صاك في تران ومريضنا مع الدباس. وداك الشيء اللي غادا دير غتهز جوج السيكان وغادا تقصد لاكار وغادا تحط في كل تران صاك، تران غادي لمراكش وتران غادي لكازا. غادي يبقاو عندها جوج سيكان، غادا ديم واحد البلاصه في مكناس سميتها الزرغوني وغادا تحطهم تماك، ولكن الروح عزيزه عند الله. وهنا فين غادي يشوف داك السيد من بعد هاد الدلائل كامله والاعتراف ديال زهره والشاهد اللي كان شافها غادي تحكم عليها بالمؤبد. واخا بنادم كان باغي لها ديك الساعه. الحقيقه ملي كتشوف بحال هادشي صعيب يتقبلوا العقل. هنا غادي نقول لكم واحد الحاجه كان وصاني بها جدي الله يرحمه شحال هادي، وهي الا زرعتي اليوم الخير غدا ولا بعدو غادي تحصدو، ولكن الا زرعتي الشر غدا ولا بعدو غادي تحصد الشر. وهذا الشيء بالضبط اللي وقع مع زهره. وهنا غادي نكونوا كملنا القصه ديالنا. تنشكركم حيت وصلتوا حتى لاخر ديال الفيديو. عندك 3 الحويجات ما تنساهمش: صلاتك، الوالدين، وكون ديما سبورتيف. تهلاو.